السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شيماء شروق. في هذا الفيديو اللي غنشارك معكم فيه هاد الحريشات الصغار اللي كيجيو اكثر من رائعين. متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم. كيجيو هشاش ورطبين بدون حليب، بالماء فقط. كيجيو بنان بزاف بزاف. اول حاجه غادي ناخذ اناء اللي غنديروا فيه 500 غرام ديال السميد الرقيقه ديال الحرشه. غناخذ واحد الكميه اللي غنديرها في التبصيل، غنحتاجها من بعد غير كميه صغيره بحال هكا. غادي نحتاج الكيس ديال خميره الحلويات، كيس ديال سكر فاني، ملح راس معلقه صغيره، وجوج المعالق كبار ديال سكر سنيده. السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم. عندي هنا نص كاس ديال زيت المائده، وغنضيف جوج المعالق كبار ديال الزبده اللي ذوبتها. بالنسبه للزبده فهي كتبقى اختياريه، وإلا كانت متوفره من الاحسن ديروها، فهي كتعطي واحد المذاق زوين لهاد الحريشات. وغنبداو نجمعوا المكونات ديالنا بهذه الطريقه، بحال كنبسبسوهم باش كيدخل داك الزيت مزيان في السميده. وغنضيف معلقه كبيره ما عامراش ديال الخميره الفوريه، انا نسيتها مع المكونات في الاول ما ضفتهاش، ماشي مشكل. وغادي نعاود نخلط بهذه الطريقه. غادي نجيب جوج الكيسان ديال الماء اللي دافين، غندير الكاس الاول كامل والكاس الثاني غندير غير النص ديالو. بدا نجمع هذا الخليط غير بصباعي كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه، ما نعجنوهاش باش يبقى لينا السميد ديالنا حبه على حبه. نزيد داك نص كاس الماء اللي بقى ليا، السميده ديالي كتشرب. كيف ما كتشوفوا كنبقى نخلط بهذه الطريقه هذه. في ما غاديش نخلطها بزاف، غنقادها بهذه الطريقه ونخليها كترتاح 10 دقائق حتى ل5 دقائق تقريبا. هنا غنجيب داك السميد خديته في الاول، غادي نضيف ليه تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت ومعلقه كبيره ما عمرش ديال السكر سنيده، وغادي نبسبس السميده ديالي بديك الطريقه. ما دازت 4 دقائق وديك السميده تشربت الماء. هنا غادي نبدا ناخذ واحد الكميه على حسب نتوما واش بغيتو حريشات صغار ولا كبار. انا غادي ندير هذا القالب هذا ديال القرعه، تيخلي لينا الحريشات ديالنا كاملين في قياس واحد. المهم بهذه الطريقه ناخذ كميه من العجين ديال الحرشه وكندوزوها في داك السميد اللي قادينا بالزيت والسكر، نديروها في هذاك الغطاء ديال القرعه حتى نحطوها في المقيله اللي كتكون فوق النار اللي كتكون مهيله صافي. وكنبقاو نقلبوهم بهذه الطريقه حتى كيتحمروا لينا من جويه بجوج صافي. وكنحيدوهم وكنعاودوا نفس الطريقه بالنسبه للكميه اللي بقات لينا. بالنسبه للاضافه ديال الزيت والسكر سنيده لهذا الخليط ديال السميد، فهو اللي كيعطينا داك اللون اللي كيجينا هكاك محمر في الحريشات، كيجي الشكل ديالهم رائع صافي. غنبقى بهذه الطريقه ندير في القالب ونحط في المقله، طريقه اللي سهله وكيجيو كاملين في نفس القياس. ممكن ديروا القالب العادي ديال الحريشات. المهم انا بغيت نبدل، بغيت نجرب هذا وحتى هو عطاني نتيجه اللي زوينه. وهنا الشكل النهائي ديال الحريشات ديالي من بعد ما كملتهم. كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين وكيجي المذاق ديالهم رائع. انا متاكده الا جربتوهم غادي يعجبوكم. كترافقوهم هكا، يا اما كديروا فيهم فخوماج اولا الكونفيتور العسل، اي حاجه كديروها كتجي زوينه. ممكن تاكلوهم هكذاك يعني بلا ما تزيدوا عليهم والو. فكيف قلت لكم المذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف بزاف. لكم الفيديو ما تنساونيش من الاعجاب ديالكم وتشتركوا في القناه لما كنتوش مشتركين. نتلاقى انا وياكم ان شاء الله في وصفات جداد. الله وليا فراسكم.